ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كلما رجع مذنب وتاب. الله أكبر كلما استغفر عبد وأناب. لا إله إلا الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. لا إله إلا الله. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. لا إله إلا الله. يفعل الله ما يريد. لا إله إلا الله ذو العرش المجيد. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. الله أكبر ما لبى الملبون وطاف الطائفون. الله أكبر ما ضحى المضحون. الله أكبر ما امتلأت من الخشية الجفون وانهمرت بالدموع العيون. الحمد لله الذي سن سنن الهدى وجنبنا مواقع الردى ونصرنا على العدا وتاب علينا وهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي كل نعمة وصاحب كل فضل، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، أرحم الناس بالناس وخير الناس للناس. كان بين الناس رجلا وبين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا. يا زائرا قبر الحبيب الهادي، بلغ رسول الله شوق فؤادي. إني بحبك يا رسول الله متيم، وزيارتي إليك كل مرادي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الإمام البخاري. أيها الصالحون، نحن اليوم في القرن 15 نسمع إلى كلمات نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
كما استمع إليها ذلك الحشد المبارك من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، من الذين حضروا معه في حجة الوداع. فقد بلغ الشاهد واستمع الغائب، وتناقلت القرون هذا التوجيه النبوي الداعي إلى حفظ الدماء والأموال والأعراض ليعيش الناس في أمن واستقرار، وذاك هدف بارز من أهداف الإسلام. في هذا الحديث الشريف جمل قصيرة تجمع معاني عظيمة خصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام، تجلي منهج الإسلام العظيم. لقد أكدت خطبة الوداع على حق من أهم الحقوق السائدة بين المجتمع، ألا وهو حق رعاية الحرمات، فقد تضمنت مجموعة من الحرمات التي بحفظها ورعايتها يعيش المجتمع في أمن وسلام واطمئنان. وهذه الحرمات تتمثل فيما يلي: أولا، حرمة الدماء، ذلك أن الإنسان بنيان الله، ولا يحق لأحد أن يهدم هذا البنيان، ولا يحق لأحد أن يهدم هذا البناء إلا صاحبه وبانيه، وهو الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى قال: فيهوى في النار 70 خريفا. بل ليس للإنسان نفسه حق في أن يهدم هذا البناء وأن يقتل نفسه. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن الخطورة بمكان أن ظاهرة الانتحار صارت متفشية في مجتمعاتنا المسلمة في الشيب والشباب بسبب بعدهم عن الدين وعدم الصبر على أقدار الله، وقد عده الإسلام من كبائر الذنوب والآثام التي يقترفها المسلم، لما فيها من اعتداء على حق الحياة الذي منحه الله تعالى للإنسان وأمره بحفظها. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. اللي ما راسه من شي سطح أو ما راسه من شي عمارة أو من شي دار أو من شي جبل ففور موته يدخل النار مباشرة، فيصعد به إلى الجبل الذي سقط منه أو العمارة التي سقط منها فينزل منها إلى قعر جهنم، ثم يأخذه الملائكة فيرفعونه، وهكذا عذابه إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية.
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اللي كلا شي سم والعياذ بالله. كنا كنشوفوا البنات كياكلوا السم ديال الفيران ومصائب عظمى صرنا نراها في مجتمعاتنا لقلة دينهم وبعدهم عن الإسلام وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبرج والسفور والعياذ بالله والفسوق والفجور هذا يقسي القلب ويجعل الإنسان بعيد عن الله فيتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله فيسد عليه منافذه فلا يجد إلا منفذا واحدا وهو أن يقتل نفسه والعياذ بالله. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. رواه البخاري. اللي قتل نفسه بشي حديدة بشي شفرة أو بشي مسدس أو غير ذلك فهو مد خروج روحه فهو يتعذب ذلك العذاب إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك صرنا كنشوفوا هذا الانتحار اللي سيبت راسها من السطاع اللي قتلت نفسها اللي ذبحت نفسها اللي سيبت راسها من الجبل اللي كلت السبد الفيران. علاش؟ بعدنا عن الله عز وجل هو سبب البلاء الذي نعيشه في أبنائنا وبناتنا. ثانيا هذا حرمة الدماء. ثانيا حرمة الأعراض. فالعرض من الأشياء التي صانها الإسلام ومنحها الحماية ووضعها في مكان الصيانة والتعظيم لأن العرض إحدى الضرورات الخمس لحياة الإنسان وهي الدين والعقل والنفس والمال والعرض. وتكريما للمسلم جاءت شريعة الإسلام السمحة لتحفظ له هذه الضرورات وتضع كل الضمانات لحمايتها من النقائص والعيوب. لذلك حرم الإسلام التبرج والسفور والعري. أن تتبرج المرأة فتكشف رأسها أو يديها أو قدميها. فالمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وقد لعن ربنا سبحانه وتعالى الذين يتكلمون في أعراض الناس بغير حق فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالأمر جد خطير والشأن كبير. فاحفظ لسانك من أعراض المسلمين واحذر أشد الحذر من أن تغتابهم أو تطعن في أعراضهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينذر من عقوبة الغيبة والنميمة فيقول اسمعوا جيدا لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء يتعذبون منذ خروج روحهم في البرزخ والعياذ بالله. رأهم النبي لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم حتى ينتزعوا لحم وجوههم وصدورهم. عذاب شديد. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء جبريل؟ هؤلاء الذين يتكلمون في الناس بالباطل وبالتهم الباطلة. سرنا نتكلم في العلماء نتكلم في الفقهاء نتكلم في الصالحين نتكلم في جيراننا سرنا نطعن في أعراضنا والعياذ بالله. وهذا من الكبائر التي يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أرأيتم كيف حمى الإسلام الأعراض وصانها وشدد على حمايتها حتى يكون المجتمع نظيفا يسوده الطهر والوئام والمحبة والأخوة. ولكن صرنا نرى الرجل يطعن في عرضه والمرأة تطعن في عرضها. لما المرأة تقول ابنها أجي ولد الحرام ما معنى هذا؟ أنها تطعن فيه. الله تعالى يوم القيامة يقول لا جيب بأن هذا الولد ولد الحرام جيب 4 شهود فتعذب يوم القيامة لأن ولد الحرام أن عملته في الزنا
أو لا يقول نبنو تياجي ولد الحرام، يكون الله تعالى يوم القيامة سيحاسبه يقول له شكون قال لك بأن هذا ولد الحرام وليس هو ولد من صلبك. سنة هذه المسائل، أو لا كتقول هذه الزانية، أو لا كتقول هذه، أو لا هذا الزاني، والعياذ بالله. هذه الأعراض يجب أن تصان، ولا يجوز للإنسان أن يقرب هذه المحارم. ولذلك كان من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثالثا حرمة مال المسلم، فحرمة مال المسلم في الإسلام كحرمة دمه وعرضه، فلا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفسه ولو كان عودا من أراك. ومما يؤسف له أن المتأمل في واقع المجتمع لا يجد تساهلا كبيرا من بعض الناس في تعظيم حرمات أموال المسلمين، ويجد تعديا عليها وأكلا لها بالباطل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنهى الله تعالى عن أخذ أموال الناس بغير حق شرعي يسوغ أخذها، وسمى الله تعالى ذلك أكلا للمال بالباطل. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الربا بشتى أنواعه. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أخذ الرشوة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والواشي بينهما. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يبين لنا عظيم خطر الرشوة وأنها من كبائر الذنوب. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الغش في المعاملات كالبيع والشراء ونحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. فقوله من غشنا فليس منا يقتضي أن يكون الغش من كبائر الذنوب. وإن من المؤسف جدا أن أغلب الناس قد ابتلوا بالغش إلا من رحم الله وقليل ما هم. بل إن بعض الناس يرى أن هذا من تمام الحرفة في التجارة والمهارة فيها، أن يغش الناس وأن يخدعهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن من هذا الحديث؟ لا أثر له في واقعنا. انظروا إلى أحوال رغيف العيد، فين هي المحبة؟ فين هي المودة؟ فين مثل المؤمنين في توادهم وتراحم؟ أين الرحمة؟ لذلك ضرب الله قلوب بعضنا ببعض لقساوتها. كل منا يريد أن يستغل الآخر. إذا جت الفرصة بك والله لا فلتك، ما كاين لا خير في الله ولا خير في الإسلام ولا خير للبابا واليمة، ما كاينش. إذا كيفاش بغيتوا الرحمة تنزل علينا من عند الله عز وجل؟ كيفاش يتولى أمورنا الصالحون؟ كيف؟ والنبي يقول: كيفما تكونوا يولى عليكم. انظر إلى أحوالنا الآن كيف هي، ينقم بعضنا على بعض، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا نعذر الكبار، والمرض فينا نحن الصغار أقبح من الكبار. هذوك عندهم واحد السبب، طغيان المال أو الجاه أو المنصب. أما أنت علاش؟ كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عائل مستكبر، هذا ممن يمقتهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقير وفي الكبر وفي النفخة وفيه الظلم وفيه الاعتداء وفيه المصائب العظمى والبلايا الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل، وريني شي جيت صحيحة، مشي تشري شي جيت بحال الناس العوطة، مشي تشري شي عسل حرة أو شي حاجة، خصك تفتش عليها بحال اللي كتفتش على الإبرة
يعني في الصحراء. ولا الغش هو السائد، والكذب والزور والحلف على الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أخذها بالخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة بالزور والبهتان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان مثل عود السواك. ومع ذلك فانظروا إلى هذا الوعيد الشديد، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ومن صور أكل هذه شهادة الزور، وقس على ذلك من المصائب والويلات. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل بخس الأجراء وحقوقهم وعدم إعطائهم أجرتهم، وخاصة العمال والخدم ونحوهم، فإن بعض الناس يبخسهم رواتبهم وحقوقهم، أو أنه يعطيهم إياها إلا بعد مماطلة وبعد إلحاح من ذلك العامل أو ذلك الخادم، وهذا حرام عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله غادي يكون خصمك يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته فقد خصمته. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. ومن صور التعدي على حرمة أموال الناس المماطلة في أداء الالتزامات المالية والديون، فإن من الناس من لا يكاد يؤدي ما عليه من ديون أو التزامات مالية إلا بعد مماطلة. أخو كمل لك الشهور ديالك، نجار أو حدد أو بناي أو كهربائي غير أو عدل لك سيارة، وكمل لك كمل الفلوس ديالو، وسير لا ما عنديش الحساب ما نعرف تخليش وتبقى تماطل فيه، هو كمل لك الشغل ديالك. كيبقى الانسان على قبل مرات كياكلوا شحال كلاو بعضهم، اللي كلا الكرا واللي كرا هذه مصيبه. كيفاش الانسان تسوغ له نفسه ان ياكل الحرام فيحبس عنه استجابه الدعاء والعياذ بالله. وبعد إلحاح من الدائن أو صاحب الحق. وهذه المماطلة يأثم بها هذا المستدين إذا كان قادرا على السداد. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: اسمعوا هذا الحديث مزيان الله يجزيكم بخير. الناس كياكلوا عباد الله كياكلوا الديون ديال الناس وداك الشيء، اسمع مزيان، افتح ودنك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. يحيي الله، يموت في سبيل الله ويحيي الله ويموت، لا يغفر له ولا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه ديناران حتى تكفل بسدادها أبو قتادة رضي الله عنه، فلما رآه من الغد وقال له: قد قضيتها، قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. كان كيتحرق، دابا عاد دخلت عليه الرحمة ملي أديت عليه ذيك الدين. إيوا شوفوا هذا الشيء اللي كيموت كيجيو الناس عندهم وصايا كيقول لك تكلتينا على الورثه غادي يديو الدين على باباهم او عليهم، هما ما كانوش ياكلوا بابا ويماهم بالروح، ماشي الا حتى يموتوا تجيو نتوما باش يجي يقول لكم شكون اللي كيسن والد شي حاجه الا من رحم الله. نحن لا نتكلم عن النادر، الخير موجود ولكن قليل جدا، نقطه بيضاء في بحر من الدماء، نسال الله العافيه. ليكن في علمي كل من ياكل الحرام بأي نوع من أنواعه فإن دعاءه لا يستجاب، وحياته ستكون جحيما في جحيم حتى يتوب إلى الله ويرد المظالم إلى أصحابها قبل يوم الحساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أن يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. رواه الإمام مسلم. نسأل الله عز وجل أن يحمي أعراضنا وأموالنا ودماءنا من كل معتد، إنه على كل شيء قدير. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله ولكم الهداية والتوفيق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الصالحون، إن في استشعار المسلم معاني التضحية، وهو يتفيأ ظلال هذا العيد ويقف في مواطن الذكريات الأولى لأبي الأنبياء الخليل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حافز قوي على التضحية بأهوائه ونزعاته، وذلك بالانتصار على أحقاده والاستعلاء على خصوماته ونزاعاته التي انساق وراءها، فزينت له بغض من أبغض وعداء من عادى والحقد عليه والتربص به، إذ المال ربما كان أيسر ما يضحى به لدى كثير من الناس، غير أن التضحية بالأهواء هذه التضحية المتمثلة في الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، على الانتصار على الأحقاد وتناسي الخصومات وهجر النزاعات والمشاحنات، هي من أشد العسر الذي يتكفله المسلم ويجاهد نفسه عليه في هذا. احنا كنذبحوا هذه الأضحية، هذا عيد الفداء، يعني انتنا كتذبح الأضحية ديالك يوضحي وتخلص من تبعات النفس الأمارة بالسوء، تخلص من الحقد والحسد والبغض والكراهية، واملأ قلبك إيمانا ومحبة ومودة، فهذا القلب هو محل نظر الله عز وجل من هذا العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سيدنا إبراهيم حينما رجم إبليس، نحن في جمرة العقبة يوم العيد لما كنرميو 7 الحصيات، ما معنى ذلك؟ واش كنرجموا الشيطان؟ الشيطان ما عنده شغل غادي يجي يوقف لك تما باش ترجمو انت، كترجم الشيطان اللي فيك، هذاك الشيطان اللي كيسول لك السوء والعياذ بالله، تقطع رحمك وتعق والديك وتأذي جيرانك وتاكل اموال الناس بالباطل، هذاك اللي كترجموه كتحاول تخلص من التبعات ديالو حتى لا يودي بك الى الهلاك. هذا معنى ضحي وكن في هذا اليوم العيد، حاول ان تصل رحمك، حاول ان تصل من قطعك، حاول ان تبر والديك، الى غير ذلك من الاعمال الصالحه التي علينا ان نقوم بها. فاتقوا الله عباد الله، وبروا والديكم، وصلوا أرحامكم، تراحموا وتلاحموا وتصالحوا وتسامحوا، ولا تقاطعوا ولا تهاجروا، وأحيوا روح الأخوة الإيمانية بينكم ومحبة الخير للآخرين، وأميتوا التعصب والأثرة وحب الذات والحسد، فهذا من صميم معاني العيد وحكمته ومقاصده. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته
كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم من فضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضلا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلت توبته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا زوجة إلا أصلحتها. اللهم اجعل بيوتنا بيوت الذاكرين، اللهم اجعل بيوتنا بيوت الشاكرين، اللهم اجعل بيوتنا بيوت القانتين، اللهم اجعل بيوتنا بيوت تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. ووفق اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وانصر به الحق والدين، ووفقه إلى الخير وأعنه عليه، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وأعذهم من بطانة السوء، وأقر عينه بولي عهده الأمير الحسن، وأنبت نباتا حسنا، واجعله من الصالحين. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم، وأطعم جائعهم، وفك أسراهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا من عندك، وثبت أقدامهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.